السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا موضوع اللي وعدتكم هنتكلم عنه، وهو العادة السرية. موضوع العادة السرية هو موضوع زي ما هو عادة وزي ما هو سري، ففي ناس كتير ما بتتكلمش عنه. انا النهاردة لأي اب، لأي ام، لأي اخ، لأي اخت، بترجاكم اتفرجوا على الفيديو ده وافهموه كويس عشان تعرفوا تنقلوه لأولادكم واخواتكم وتحذروهم من العادة السرية وتجنبهم من ان هم يقعوا في دوامة العادة السرية. وارجوك ما تسمعش لأي حد، ارجوك اوعى تسمع لأي حد يقولك العادة السرية هو امر عادي بدون ما يكمل الجملة، لانه في تكملة للجملة، ودي النقطة اللي بيتم استخدامها. يقول لك ما بتعملش اضرار، ملهاش اي ضرر. الكلام ده كله هنعرفه، والنهارده هنعرف اسرار العاده السريه، وان شاء الله يعني ايه واضرارها ايه وازاي تتعالج منها. نبتدي مع بعض على ايه هي العاده السريه. العاده السريه هي بكل بساطه ان انت بتعمل نفس اللي بيتعمل في العلاقه الزوجيه بس بايدك او بادوات او بطرق اخرى، وانتوا طبعا فاهمين والناس مبدعين في الموضوع ده. فالعاده السريه زي ما قلت لك هي سيميوليشن للعلاقه الزوجيه بس بايدك. تمام. ليه بنعمل العاده السريه؟ ده سؤال مهم عايزين نعرف اجابته. هو احنا ليه بنعمل العاده السريه، او ليه الشباب بتعمل العاده السريه؟ طبعا في سن ال 12 13 سنه ل 14 سنه بيبتدي عندك الهرمون الخاص بالتستوستيرون بيرتفع. هو طبعا في مجموعه اسباب هنتكلم عليها في ليه بنعمل العاده السريه، منهم العامل الجنسي. العامل الجنسي ان انت بيرتفع عندك هرمون التستوستيرون فبيحصل لك انتصاب، فبتتعامل مع العاده السريه على ان هي المخرج للحاله اللي جات لك. تمام. يبقى ده سبب من الاسباب. السبب الثاني التوتر. يعني في ناس من الشباب بقى ان هو بيبقى عنده توتر، احباط، الكلام ده كله بيؤدي للنهايه ان هو بيعمل عاده سريه. ليه؟ لان في العاده السريه بيحصل افراز لهرمون الدوبامين وهرمون السعاده، وبتبقى ايه، منتشي ومبسوط. اصبر معايا هنتكلم على الاضرار، ما تستعجلش وتقول طب ما حلوه هي، لا، في اضرار. رقم 3 العزله، ان انت تبقى لوحدك، تبقى وحيد، ما عندكش اصدقاء، تملي قاعد لوحدك. ده يؤدي ان انت في النهايه هتفتح على فيلم اباحي، هتفتكر موقف، هتشوف صورة كده، هتشوف حاجة كده، هيؤدي في النهاية إلى حضرتك تصحى في فوطك الجميلة مع السليبر اللي انت هتخش بيه الحمام، وتختار أنسب صابونة تعمل بيها العادة وتبتدي في تنفيذ العادة. ده بكل بساطة إحداثيات أو يوميات شخص معزول، فاهمني، أو شخص عنده عزلة. طيب النقطة الأخيرة هي العوامل البيئية والثقافية. يعني إن أنت لما تبقى عندك كبت مختلف طبعا العوامل البيئية عن المجتمع الغربي، عن المجتمع الشرقي في الموضوع ده، والحمد لله على إن إحنا مختلفين عنهم، الحمد لله. عشان بس بتقولش إحنا لا المفروض نبقى زيهم، لا خالص. أنت مش المفروض تبقى زيهم، أنت المفروض تتبع القرآن الكريم وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل الأديان اللي حرمت عمل أو التجاء إلى الزنا. تمام. أو العلاقات الخطر يعني اللي هي الزنا. بنتكلم بعد كده على ازاي تتغلب على العاده السريه، ازاي تتغلب على العاده السريه. وده زي ما انتم شايفين اسئله كتير، ازاي اقدر اتغلب على العاده السريه. جات لي كتير الاسئله دي، والنهارده وقت اجابه. تتغلب على العاده السريه بكل بساطه باسباب اللي دفعتك ان انت بتعمل العاده السريه. في عزله اقعد مع صحابك الكويسين، وابعد عن صديق السوء. للمره الثانيه والثالثه والرابعه هقولها في حلقات اللي قبل كده والحلقه دي. صديق السوء هياخدك من ايدك وهيشدك من ايدك على التهلكه. والله لن تفلح مع صديق السوء ابدا. المهم فتقعد مع الصحبه النافعه الكويسه، الناس اللي تدفعك ان انت تعمل تقعد تفهم منهم حاجه. طيب 2 العب رياضه. 3 ابداع، عندك موهبه ابدع فيها، بتكتب اكتب، بتتعلم انجليش، تمام، بتحب الترانزليشن اعمل ترانزليشن، بتحب الترجمه يعني اعمل ترجمه، بتحب تقرا تاريخ اقرا تاريخ، بتحب الرياضيات ادي في الرياضيات، بتحب تعمل اي حاجه اعملها. لكن اوعى تسيب مخك فاضي، اوعى تسيب مخك فاضي. ليه؟ بكل بساطه انت عندك غريزه، والغريزه دي كل ما انت ما بتشبعهاش باي شيء يملى الفراغ ده، هي بتبتدي تركب وبتبتدي تبقى نمبر 1 في تفكيرك. ومادام جربت العاده زي ما قلت لك هتعمل عاده. انا بتكلم دلوقتي على الشباب اللي بتعمل العاده وازاي انت تقللها. ازاي؟ لسه هقول لك الاضرار. ازاي الاول نقلل العاده. تمام. يبقى رياضه، عمل موهبه، ان انت يكون عندك موهبه بتطلعها زي موسيقى، بتتعلم رسم، بتغني، اي شيء من الاشياء الكويسه دي. ان انت ما بتقعدش زي ما قلت لك لوحدك في عزله او اي شيء من النقط دي. لو في توتر قلل التوتر اللي انت عايش فيه، وتملي توترك وخوفك من المستقبل ده الجو والبيئه الصحيه للشيطان
اصلا ان هو يدفعك ان انت تعمل عاده وتعمل اكتر من العاده، وده هنتكلم فيه بعد كده، وهي العلاقات الخطر والامراض الجنسيه الناتجه عنها. الكلام ده كله هنعمله، وضروري نعمل حلقه عن الامراض الجنسيه الخطيره الناتجه عن العلاقات الخطر الخارجه عن اطار الزواج، وان شاء الله تنتظروها في الحلقات القادمه. طيب هنتكلم على النقطه اللي بعد كده، وهي ايه اضرار العاده السريه. عندك اولا ضررين وقتي، يعني بعد ما بتعمل العاده على طول بتحس بيهم، ضرر جسماني وضرر نفسي. الضرر الجسماني الارهاق، صداع، تعب، زغلله في العين، لان هي بتاخد من طاقتك، وده محدش بيقوله لك. كله يقول لك عادي يعني لما نعمل عاده مره وما فيهاش مشكله. مره كل قد ايه؟ ما هو ما بيكملش يعني. مره كل يوم؟ لا طبعا انت مدمن عاده. مره كل قد ايه يعني؟ لما انت تبقى عندك 12 سنه بتعمل مره كل يوم، انت بتتكلم في 365 مره في السنه، اضربهم في 10 سنين يعني 3556 مره انت عملتهم. مش اولى بيهم الزوجه؟ عشان بس الناس اللي بتيجي بعد كده وتقول لك انا عندي مشاكل وهنرجع تاني، وانا مش هسيبك، انا مش هسيبك النهارده غير لما تبقى عارف اضرار العاده. يبقى احنا قلنا ازاي تبطلها. طيب اضرار العاده السريه وقتيه زي ما قلت لك، تعب وارهاق وان انت والخمول والكلام ده كله، ده وقتي على طول بعد ما بتعمل العاده بتحس بيهم. الضرر النفسي اللي انت بتجي لك حاله من الايه، من الندم، يا رب انا عملت كده، استغفر الله العظيم وانا ليه بعمل كده. كمان عندك عدم ثقتك في نفسك بتقل طبعا. وعلى فكره دلوقتي المجتمع الغربي بقى من اشد المعادين والمحاربين للعاده السريه والافلام الاباحيه، فهموا الكلام ده كويس. فبيعمل لك انعدام ثقه في النفس، ادي رقم 2. رقم 3 ان انت ما بتحترمش نفسك، انت بتحس ان انت قليل قوي، ان انت قليل قوي ان انت بتعمل حاجه زي كده. وفعلا مع السن بتحس ان انت لما يبقى عندك 30 سنه المفروض مثلا موضوع مش كده، فانت بتروح تعمل عاده بتبقى حاسس ان انت مش كده. تخيل كده انت راجل في بوزيشن معين او في موقع او وظيفه معينه بتعمل عاده، ما اعتقدش ابدا الموضوع هيكون كويس بالنسبه لك يعني. طيب الضرر البعيد بقى، الضرر البعيد اللي هو مستنيك في المستقبل في ليله دخلتك، ولو ما اتفرجتش على ليله الدخله اتفرج على حلقه ليله الدخله ومحظورات ليله الدخله، عندك فيديوهين عاملهم ليله الدخله ومحظورات ليله الدخله، تقدر تتفرج عليهم وهتتبسط جدا. العاده السريه بتعمل سرعه في القصد، ادمان العاده السريه طبعا. ليه؟ زي ما قلت لك الميكانيزم اللي انت بتعمله، ربنا ما خلقش ان انت عضوك عشان يتعمل بايدك، بتخلق عشان يتعمل في مهبل اللي هي الزوجه. الجلد المختلف بتاع العضو بتاع حضرتك هو متناسق مع الجلد عشان يكون هو جلد رقيق برضه في المهبل، فلازم الاثنين يعملوا السحلبوس في الايه، في الكركديه، يخشوا مع بعض، او السحلبوس في الانسر ماشين، الاثنين رايقين على بعض. لكن ايدك هي معموله للشغل، معموله للاكل، زي ما بيتقال في العركه يقول لك ايدك دي للاكل، ايدك دي تاكل بيها، لكن مش معموله عشان تمسك تسلم على عضوك الذكري يوميا. ده امر نبقوا فاهمينه يعني. فقبضه الايد قويه، فبالتالي بتؤدي الموضوع بتاعك الى ضعف الاربطه الخاصه بالعضو، ضعف اعصاب العضو. دي حاجه هنعرف برضو العلاج بتاعها ايه ان شاء الله. تاني شيء ان انت لما بتيجي بتعمل العاده بيحصل افراغ مقابله هواء، افراغ مقابله هواء، فبيحصل التهاب للبروستاتا نتيجه ان انت بتعمل سيميوليشن. لما بيبقى العلاقه مع الزوجه بيبقى في سائل موجود في العلاقه دي، انت بتدخل سائل ما بتخشش فاضي. الكلام ده يعني انا مش عايز اخش بس تكنيكال قوي في الكلام ده، انت المفروض تبقى فاهم. تمام. امال ايه اللي بيخش مكانه حضرتك؟ رغوه الصابون او الكريم او الجل، فبالتالي بيعمل لك التهاب لمجرى البول والتهاب للبروستاتا، سواء كان بقى حاد او بقى مزمن. ده بيسبب التهاب البروستاتا، من الحاجات اللي تؤدي الى سرعه القص. تمام. ضعف الانتصاب، ممكن يجيب لي ضعف انتصاب طبعا، يعمل لي ضعف انتصاب اثناء العلاقه. امال ايه؟ لان انت حضرتك لما كنت بتعمل العاده بتعمل بايدك، المهبل مهما كانت قوته عمره ما هيكون زي قبضه ايدك، وبالتالي اللي هيحصل دلوقتي انه مع عالي حضرتك لما تخش في المهبل وبتعمل العلاقه بيحصل لك فقد انتصاب، لان انت ما انتش حاسس بالمهبل، انت عايز ايدك. وبالتالي والله على ما اقوله شهيد، في ناس متزوجه ولا زالت بتستمتع بالعاده السريه اكتر ما بتستمتع بزوجها، ومستمرين على العاده السريه. اوعى تبقى زيك، اوعى تكون كده. وانا من الناس اللي مش هقول لك لا عادي ما دام انت مبسوط، لا انا بتملي عايزك تكون كويس. والله حصل اللي حصل بقى خلاص، لكن انت اخويا الصغير، حد لسه في سن ال30، عندك فرصه. العلاج بسرعه كده زي ما احنا قلنا ان بيحصل فيه اعصاب. اول حاجه تقلل العاده قدر الامكان، لان انت ما دام عملتها صعب قوي توقفها، فقللها بقدر الامكان، اللي هو مره كل 10 ايام، اسبوعين، ايا ما كان. 2 هتاخد بعض المكملات، زي عندك في مثلا تروح للصيدلي تقول له لو سمحت انا سني كذا، عمري كذا، انا عندي عايز اخد فيتامين ب مركب. يقول لك والله الفيتامين ب مركب نظامه كذا، وتاخده حبايه حبتين على حسب الماده الفعاله اللي موجوده عندك في العبوه. ده هيؤدي ايه؟ لتقويه اعصاب جسمك في العموم، وشيء طبيعي ملوش دعوه بالفياجرا والكلام ده او بالادويه الكيميائيه يعني، اللي ليها كل الاحترام والتقدير يعني، بس احنا بنتكلم على ان انت تعمل ايه طبيعي. ده رقم 2 في العلاج. قلنا نقلل، قلنا هناخد فيتامين ب مركب. عندك برضو مركب كويس جدا اللي هو الزنك، ده بيرفع او بيظبط التستوستيرون بتاعك، بيظبط التستوستيرون بتاعك ومعدلاته، فبالتالي بيعمل لك تعزيز للتستوستيرون اللي كان انت حضرتك فاقده بسبب
بسبب كميه العاده السريه اللي انت كنت بتعملها. وفي نهايه الامر الارجينين الف المفيد في الارجينين الف في ضخ الدم في الاوعيه الدمويه، وشيء طبيعي اللي هو كويس برضو حضرتك تروح لو انت مريض ضغط، مريض سكر، مريض قلب، مريض اي حاجه، تاخدش الكلام ده خالص، وكل حاجه تاخدها برعايه الطبيب اللي مقيم في بلدك. تساله حضرتك انا عندي كذا وعندي كذا، اقدر اخد كذا؟ قال لك يبقى توكل على الله. قال لك لا والله حالتك لا تسمح، يبقى لا تسمح. تمام. الموضوع ده لازم تعمله قبل الزواج مش اقل من سنه، مش اقل من سنه. طب واحد ابتدى دلوقتي، يا عم ابتدي ربنا يكرمك، لكن انت لازم تكون مظبط امورك قبل زواجك بسنه يا صديقي. يعني الناس اللي بتسالني هو انا لو بطلت عاده ارجع طبيعي امتى؟ لو بطلت عاده هترجع طبيعي امتى؟ من 3 شهور لسنه. وانا بقول لك امشي سنه، خليك في الأأمن والاحوط. سنه رياضه، مكملات طبيعيه، تقليل عاده، وشوف نفسك واكتب لي في الكومنت ان شاء الله رايك. واتمنى انه يكون الحلقه النهارده عجبتكم. انا محتاج منكم طبعا لايك وشير وسبسكرايب. انا بنسى تملي اقول لايك وشير وسبسكرايب لاهميه الحلقه، لكن معتمد عليكم ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله الحلقات اللي جايه هتكون فيها توعيه ليكم ولاسرتكم، وعشان تحموا نفسكم من اضرار محدش بيتكلم عنها للاسف الشديد، زي افلام الاباحيه، العاده السريه، العلاقات اللي خارج اطار الزواج، ايه الامراض اللي ممكن تتصاب بيها وممكن تنقلها لاسرتك. اتمنى لكم كل الخير وبشكركم على دعمكم.